ايه اللي السيسي عمله ده؟ عايز اشوف الباسبور. هنشوف الباسبور يا جماعه عشان نتاكد. هو يا جماعه، هو يا جماعه امريكا يا جماعه. الراجل اللي ورا ده بقى له شويه عمال يتكلم كلام انجليزي ومبسوط قوي. في ايه شكله؟ ما اعرفش في ايه. السلام عليكم اخواتي، عامل ايه؟ السلام عليكم، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. إيه في ايه؟ انا حاسك يعني عمال ماشي تكلم الناس بيوتيفول وايجيبت. في ايه؟ بصراحة أنا مبهور بمصر، مصر اتغيرت. انت منين؟ أنا من أمريكا، من نيويورك. نيويورك. ويلكم تو ايجيبت. حبيبي. انت بتتكلم مصري برضه؟ أنا مصري أمريكي يعني. مصري امريكي. أيوة حبيبي. اخر مره جيت هنا كان امتى؟ يعني أنا سايب مصر 35 سنة اه من وأنا طفل. ايه بقى اللي مش عاجبك ولا ايه اللي لا عاجبك؟ مش حاجات مش عاجبني، البلد جميلة طبعا، اتغيرت. أنا حاسس إن أنا ماشي في نيويورك مش ماشي في مصر. ما شاء الله. ايه حاجة رايك في جميلة. مدينتي؟ حاجة خرافة. خرافه. جميلة والله. ما شفتش الكلام ده من 35 من سنه. 35 سنة ما شفتش الكلام ده. ايه تاني عجبك؟ الشوارع كلها اتغيرت والكباري والمدن. حتى وأنا جاي في الطيارة من فوق ما كنتش مصدق إن دي مصر بصراحة. مبسوط بمصر يا جماعه؟ مبسوط بمصر. بقالك قد ايه هنا في مصر؟ بقالي شهر. شهر. رحت فين فيهم؟ رحت مدينتي ورحت الرحاب ورحت التجمع، لفيت القاهره كلها وجيت الاماكن دي طبعا عشان خاطر انا عارفه كنت متابعك من الولايات المتحده وبنتابع فيديوهاتك، وانت شرف السبب ليا. حلو. انت السبب اللي خلتني جري وجيت بقى قاعد الف يعني انت وبتاع. اتفرجت على الفيديوهات عجبك الاجواء؟ طبعا طبعا. طب وجه رساله بالانجلش للامريكان اللي بيتفرجوا عليها، احكي لهم عن مصر ومصر بقت عامله ازاي. Okay, my message to the American people in the United States, all over the United States, Egypt is a safe country. It's beautiful. I feel safe. I'm very proud of Egypt. I don't want to go back I don't want to go anywhere else. I want to enjoy it. I want to go everywhere in Egypt, and I will. Yes. مبسوط يا جماعه بمصر. اي مصري بيتفرج على الفيديو ده يوصل الفيديو ده، يخليه يلف في العالم كله. لايك وشير للفيديو ده. رسالة لكل الجالية المصرية الأمريكية اللي تعرفني أنا شخصيا. أنا اسمي تيفا عز ومشهور في أمريكا بعملة المصريين في أمريكا في نيويورك. كل الناس اللي تعرفني عن طريق السوشيال ميديا أو في الشارع أو الناس اللي تعرفني في نيويورك كلها، في نيوجيرسي وكده. لو أي حد عايز يجي سياحة يجي مصر ومش هيندم ومش هيزعل وهيبقى مبسوط وهيبقى عايز يجي تاني وتالت ورابع. يعني انت امريكي. فين الباسبور؟ باسبور ايه؟ الباسبور بتاعك. مش مصدقني؟ عايز اشوف الباسبور. هنشوف الباسبور يا جماعه عشان نتاكد. المصداقيه قبل كل شيء. لا هو يا جماعه، هو يا جماعه امريكا سقفوا له. امريكي وما بيحب مصر يا جماعه. اخويا والله. اوكي، انا عايز ادي رساله طبعا عن طريق استاذ محمد، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا انا بحبه جدا وانتخبته مرتين، مره في نيويورك لما كنت اول مره ومره كنت في مصر. وانا واحد من الجاليه المصريه الامريكيه هناك في نيويورك. بنستقبل الرئيس لما بيجي طبعا عندنا في نيويورك، بنبقى مرحبين بيه طبعا. وكان اول مره يجي في الامم المتحده، كان الرئيس الوحيد اللي على مستوى العالم كان المصريين الجاليه المصريه مايله الشوارع احتفالا فرحه بيه فعلا. ودي كانت حاجه جميله. مسلمين ومسيحيين ايد واحده. الجاليه المصريه الامريكيه اغلبيتهم طبعا ناس محترمه. ايه اللي السيسي عمله ده؟ الانجازات كلها اللي انا شايفها دي. طبعا. الراجل ده راجل محترم وراجل طيب وراجل وطني طبعا. واحنا بصراحه مصر فازت بجائزه كبيره. الراجل دوت انا بحبه من قلبي والله، ونفسي ان كلنا وراه. راجل حمى مصر ونظف مصر، واللي انا شايفه بعينيا. وعلى فكره يا جماعه، حته اللي هي الناس اللي يعني الحته البسيطه اللي الناس بتتكلم فيها الاقتصاد على مستوى العالم زي الزفت. فاحنا مصر تعتبر ارخص دوله في العالم من اللي انا شايفه طبعا، من اللي بيحصل في اوروبا وفي امريكا. طبعا الحاجه كلها بقت غاليه والحاجه بقت صعبه هناك على فكره محمد، والديون بالعبيط على مستوى الكل. يعني اغلبيه الدول العالم كلها مديونه. الحمد لله على نعمه الستر يا جماعه. تعتبر اقل دوله مديونه في العالم. الحمد لله الحمد لله. احنا اتشرفنا بيك جدا حبيبي. وكل مصري بيتفرج علينا يعمل لايك وشير والفيديو ده يلف العالم كله.